كفتة الفراخ أو كباب الدجاج. وصفة حلوة قوي وسهلة وبجد طعمها خطير، وهنشوف طريقة النهاردة مميزة جدا، وبجد انتوا لو جربتوها مش هتجيبوها تاني من بره. اول حاجة هنحضر الخضار بتاعنا، وهما عبارة عن بصلتين متوسطين الحجم، فلفلة رومي هنبتدي نقطعهم بالشكل ده، وهنجيب الكبة وهننزل بالخضار بتاعنا هنضربه ضرب ناعم. احنا عايزينه يبقى مفروم جدا علشان احنا هنصفيه، وهناخد بس التفل وهنسيب المية على جنب، هنستخدمها برضو بس في خطوات أخيرة. هنحط عليها شوية من الملح وهنسيبها على جنب علشان تنزل كل المية بتاعتها. هنجيب بقى كيلو من صدور الفراخ. انا هنا في الوصفة دي استخدمت الصدور، حابين تستخدموا ميكس ما بين الصدور والوراك مفيش اي مشكلة. وبعد كده هنبتدي نقطعها وهنفرمها في الكبة. انا حتى ما غسلتش الكبة، حطيت كده الفراخ بتاعتي وفرمتها. هتتفرم معاكم بمنتهى السهولة ومش هتاخد اي وقت. هتضربوها كويس جدا لحد ما توصل معاكم للقوام ده. هنجيب بقى بقدونس، حزمة من بقدونس، وهنفرمها برضو بالسكينة بالشكل ده، واهم حاجة نفرمها فرم ناعم. الخليط بتاعنا بقى هنبتدي نضيف عليه مكون سري، وهو 150 جرام من اللية المفرومة. لية الخروف يا جماعة دي بتودي الطعم في حتة تانية خالص. وهنضيف عليهم تفل البصل والفلفل الرومي، وهنحط 3/4 كمية البقدونس المفروم، وهنسيب ربع على جنب عشان هنعمل بيه سلطة خطيرة. هنضيف بقى البهارات بتاعتنا، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من 7 بهارات، نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ. وحاجة حلوة جدا بتدي طعم خطير هي بشر ليمونة، وهنحط ربع معلقة صغيرة من بيكنج صودا. وانا هكتب لكم تفاصيل التوابل كلها في الكابشن. هنضيف بقى معلقتين كبار من الدقيق، وهنعجن الكلام ده كله كويس جدا. هندخل الخليط بتاعنا الفريزر نص ساعة او التلاجة ساعتين علشان يتشمع معانا. وهنجيب بقى العصيان بتاعة الشيش طاووق وهننقعها في مية مغلية الوقت اللي هتكون فيه الخليط بتاعنا في الفريزر او في التلاجة. هنجيب بقى مية الفلفل والبصل وهنحط عليها معلقة صغيرة من الصلصة ومعلقة صغيرة من الكاتشب، وهنحط معلقة صغيرة من دبس الرمان، واخر حاجة هنضيف معلقتين من الزيت، اي زيت نباتي عندنا، وهنخلط الكلام ده كله كويس جدا. الخليط ده بندهن بيه الكفته بتاعتنا اثناء الشوي، بيفرق جدا في الطعم. هنحضر بقى سلطه هنقدمها جنب الكفته بتاعتنا، وعايزه اقول لكم السلطه دي هتقدموها جنب اي مشويات بجد خطيره. هنجيب بصله حمراء وهنقطعها رفيع بالشكل ده، وهنجيب طماطمايه وهنقطعها برده جوانح رفيعه، وهنضيف عليها شوية البقدونس اللي احنا كنا سايبينهم على جنب، وهنضيف عليهم عصير ليمونة ومعلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل، ونص معلقة صغيرة من الملح. واهم حاجة هنضيف معلقة ممسوحة من السماق، بيدي طعم خطير. هنخلط الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، والسلطة بتاعتنا هتكون جاهزة. وعايزة اقول لكم السلطة دي احلى سلطة ممكن تقدموها جنب اي مشويات، لازم تجربوها. هنطلع خليط الكفتة بتاعتنا بعد ما اتشمع في التلاجة، وهنجيب الاسياخ بتاعتنا وهنبتدي نصب عليها الكفتة بالشكل ده. هنفردها كده ونبططها شوية، وهنبتدي بصوابعنا نعلم عليها بالطريقة دي علشان بيبقى شكلها حلو جدا ومميز. هتخلصوا الكمية كلها في 10 دقايق. هنجيب بقى صينية وهنحط عليها الشبكة ونرص عليها كل اسياخ الكفتة، وهنجيب مية مغلية كده نحطها من تحت الكفتة. مش قادرة اقول لكم دي بتحافظ ازاي على ان الكفتة تفضل طرية طول ما هي بتتشوي في الفرن. هندخلها فرن بقى ساخن مسبقا على اعلى درجة حرارة، وهنسيبها لمدة 10 دقايق، وبعدين هنطلعها ونبتدي ندهن وشها بالخليط اللي احنا كنا مجهزينه، وهنفتح الشواية لمدة 5 دقايق. هتاخد اللون ده، هنبتدي نطلعها ونقلبها بالشكل ده، وهنجيب الخليط بتاعنا وهندهن بيه الوش التاني، وهندخلها برضو تحت الشواية لمدة 5 دقايق. يعني هي اجمالي الوقت بتاخده في الفرن هو 20 دقيقة. 10 دقايق مشغلين الفرن نفسه، و10 دقايق مشغلين الشواية من كل ناحية 5 دقايق. هنجيب بقى صينية ونغطيها بالفويل، وهنجيب عيش التورتيلا، احنا عايزين نقدمها كده بشكل زي المطاعم، فعيش التورتيلا ده بيتقدم معاها. هندهنه بخليط مية البصل اللي مع الصلصة ودبس الرمان والزيت، وهندخل العيش دقيقتين تحت الشواية يتحمص تحميصة خفيفة كده ويبقى لونه خطير، ونرش كده رشة من الكزبرة الخضراء برضو بتدي طعم حلو جدا.
العيش بتاعنا مش هياخد اي وقت، دقيقتين بالظبط وهنطلعه. والكفته بتاعتنا استوت، هنطلعها ونرصها في صينيه بالشكل ده. وشايفين طبعا اللمعه الخطيره ده بسبب الخليط اللي احنا دهنا بيه الكفته، وطبعا علشان هي فيها نسبه ليا فمش قادره اقول لكم بجد طريه قد ايه، وطعمها كان خطير. انا هنا جبت فحمايه ورشيت عليها كده رشه من الزيت وغطيت علشان يبقى كمان الكفته بتاعتنا او الكباب بتاعنا كله ريحه شوي كانه مشوي على الفحم. هنبتدي بقى نفك الكفته بتاعتنا من الاسياخ كده بالشكل ده، بتتفك بمنتهى السهوله. بصوا قد ايه هي متماسكه، على فكره التماسك ده بسبب ربع معلقه البيكنج صودا، بتفرق جدا في القوام وبتخليها متماسكه جدا. هنبتدي بقى نرصها كلها وهنقدم معاها السلطه بتاعتنا، وتقدروا تقدموا جنبها توميه او طحينه او كمان صوص الرانش بيبقى حلو جدا معاها. هنجرنش كده بشويه بصل، انا كنت بقدمها معاها صوص الرانش، كان بجد طعمه خطير. وشوفوا لي بقى المنظر الخطير وقد ايه الكفته طالعه لونها تحفه وقوامها تحفه والطعم بجد خطير. اعملها لهم في البيت وابهريهم باحلى كفته فراخ هيدوقوها. هستناكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها.